لو عملت حشو عصب في ضرس من ضروسك، واكيد انت عملت في يوم من الايام، اوعى تفتكر ان كده خلاص خلصت، لا. لان للاسف الشديد السنه دي بقت ضعيفه جدا جدا، وفي اي وقت ممكن تتكسر خالص. طب ليه السنه دي ممكن تتكسر يا دكتور؟ ده انا تعبت جدا على ما خلصت حشو العصب ده، ودفعت فيه فلوس كتيره جدا، وحشو العصب ده معناه علاج الجذور. يعني ليه هتتكسر؟ لان الجذور ربنا سبحانه وتعالى خلقها فيها قناه، القناه دي بيكون ماشي فيها الاوعيه الدمويه اللي بتوصل الدم للجدر ده، وبالتالي لما الدم ده بيتلوث بنضطر نعمل علاج جذور. يعني ايه علاج جذور؟ بنشيل العصب اللي موجود جوه القنوات، وبالتالي بيبقى شلنا الاوعيه الدمويه دي. يعني الضرس ده ما بقاش بيوصل له اي دم، وبالتالي ما بقاش بيوصل له اي تغذيه اطلاقا. عشان كده مع الوقت بيبقى ضعيف جدا وهش، وممكن يتكسر مع اي ضغط هينزل عليه. طب ايه الحل يا دكتور وايه العلاج؟ العلاج والحل هنا وهو اننا نعمل للتوز دي، نعمل لها حاجه تغطيها من فوق علشان نحميها من القوه اللي بتنزل عليها مع الضغط ومع الاكل. الحل ده يا اما حاجه اسمها اوفرلي او اندو كراون، يعني حاجه هتغطي الضرس من فوق ونحافظ على جدران الضرس كلها سليمه من غير ما نبردها. يا اما لو التوز دي اصلا كانت ضعيفه ومسوسه من كذا مكان، ممكن نضطر ان احنا نعمل لها كراون او طربوش كامل ونبرد السنه كلها، ونركب فوقيها في الاخر كفر كامل طربوش او تلبيسه. ولو محتاجه دعامه هنعمل لها، عشان نبقى حافظنا على الضرس وحميناه من انه يتكسر، وما خسرناش الضرس ذات نفسه اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه، لان مفيش حاجه هتعوضه ابدا ولا هتكون احسن منه حتى لو الزرعه. وما نبقاش كمان خسرنا وقتنا اللي احنا قعدنا فيه عند دكتور الاسنان بنعمل فيه علاج الجذور، وما يبقاش خسرنا كمان فلوسنا اللي احنا دفعناها في علاج الجذور او حشو العصب. لازم نتمم كل الشغل الجميل ده باخر خطوه، وهو الكراون. لو السنه دي محتاجه كراون، بعض الاسنان ما بتكونش محتاجه وبتكون السنه كلها سليمه، وكان في تسوس بسيط من مكان معين هو اللي وصل العصب، والدكتور هو اللي هيقول لك دي مش محتاجه اصلا كراون. واسنان تانية بتكون كويسه جدا، فممكن نغطيها بس من فوق بحاجه اسمها اوفرلي، اي ماكس اوفرلي. واسنان ثالثه خالص هتكون محتاجه تتغطى فول كفرج بالكراون، فالدكتور دايما هو اللي هيوجهك ويقول لك انت محتاج ايه بالظبط علشان تحافظ على سنتك سليمه وما تتكسرش. ولو عجبتك المعلومات دي ما تنساش تعمل فولو للبيج، او لو بتتفرج علينا على اليوتيوب تعمل سبسكرايب. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. كان معكم دكتور عبد السلام محمد، والى اللقاء.